بص معايا كده، دي علبة سجاير، علبة سجاير تدخين يعني، تمام. ودي عبوة اندومي او باكت اندومي، مكرونة سخنة كده بتتاكل على السريع. العبوة دي متصنعة في مصر، والعبوة دي برضو متصنعة في مصر. العبوة دي مكتوب عليها ان التدخين بيؤدي الى تلف اللثة والاسنان ويسبب الوفاة ويؤدي الى السرطان، مرض الكانسر يعني. والعبوة دي مكتوب عليها ان هذا المنتج تم تصنيعه بالمنشأة الحاصلة على شهادة سلامة الغذاء ISO 22000 المعتمدة. ومكتوب كمان عليه طبقا للمواصفات المصرية القياسية المصرية رقم 2011 47 67 على 2011. المنتج ده مصري، والمنتج ده مصري، والمؤسسات اللي في مصر هي اللي قيمت المنتج ده، وكمان هي اللي قيمت المنتج ده وحذرت من المنتج ده، وما قالتش ان المنتج ده فيه حاجه، بالعكس مكتوب عليه ان هو خلاصه من الكرفس والثوم وحاجات مختلفه كده. عايزه بس اقول ايه، عايزه اقول ان احنا حلوين قوي في الاشاعات. يعني الناس اللي بتطلع اشاعات على الاندومي بان هو حاجه مضره وبتؤدي الى الوفاه، المنتج موجود في كل الاسواق، في كل الهايبرات. المنتج من مؤسسه مصريه عريقه قدرت ان هي تكتب على المنتج اللي هيؤدي الى الوفاه، تكتب نفس المعلومه، معلومه ان هو هيؤدي الى الوفاه، وقدرت او كانت قادره ان هي تكتب على المنتج ده ان هو مضر بالصحه لو كان مضر بالصحه. كفايه اشاعات، كفايه افتكاسات. الاندومي منتج ما فيهوش اي ضرر، ومصر لسه بخير ومؤسساتها لسه بخير. يلا بينا على البث المباشر. النهارده معانا كوبايات اندومي، وان شاء الله باذن الله هنطلع كل الاطعمه اللي عايز يوزع معانا على الاسر اللي بتيجي تسال على وجبات مجانيه. بنطلع الكوبايه مجانيه بناء على ان انتوا اخدتوها مننا على البث المباشر. فيلا بينا على البث المباشر.